لو حاسس انك تعبان طول الوقت، فاقد الحماس، وابسط حاجه بقت تقيله عليك وبتلوم نفسك انك بقيت كسلان، ركز لانك غالبا مش كسلان. في فرق جوهري بين الكسل وبين حاجه تانية اسمها الاحتراق النفسي، البيرن اوت. الكسل انك عندك طاقه بس مش عايز تتحرك، الاحتراق عكسه تماما، انك عايز تتحرك بس جسمك وعقلك مستنزفين خلاص. النهارده هقولك ازاي تفرق وايه العلامات وايه الحل. نبدا بالنقطه اللي بتريح ناس كتير بتعذب نفسها بلوم في غير محله. الكسل والاحتراق ممكن يبانوا شبه بعض من بره، الاتنين فيهم انك مش بتعمل اللي المفروض تعمله، بس من جوه هم حاجتين مختلفين تماما. الكسل هو عدم وجود دافع مع وجود طاقه، يعني انت قادر بس مش مهتم. اما الاحتراق النفسي فهو العكس بالظبط، انك عايز تعمل وتشتغل بس حاسس انك مستنزف نفسيا وعاطفيا وجسديا لدرجه انك مش قادر. والفرق ده مش تفصيله لغويه، ده بيغير فهمك لمعاناتك وبيغير اللي محتاجه عشان تتعافى. الناس اللي بتوصل للاحتراق غالبا مش ناس مهمله، بالعكس دول غالبا اكتر ناس بتهتم واكتر ناس مسؤوله، وفضلت تدي وتشتغل لفتره طويله من غير ما تاخد راحه كفايه. الاحتراق مش معناه انك ضعيف، معناه انك فضلت قوي لفتره اطول من اللازم من غير دعم ولا راحه. وعلشان نكون متاكدين ان ده مش مجرد كلام، تعال نشوف الموضوع من منظور علمي بحت عشان ما حدش يقول ده كلام فاضي. الموضوع ده معترف بيه على اعلى مستوى صحه في العالم. في سنه 2019 منظمه الصحه العالميه صنفت الاحتراق النفسي او البيرن اوت رسميا كمتلازمه ناتجه عن ضغط مزمن في مكان العمل ملوش تعامل صحيح، وعرفته بثلاث علامات اساسيه: احساس باستنزاف الطاقه والارهاق، وزياده المسافه الذهنيه والنفسيه عن شغلك، وانخفاض في انتاجيتك. يعني ده مش وصف شعبي ولا مزاج، ده توصيف طبي معتمد. ومهم نوضح حاجه، الاحتراق غالبا بيبدا بضغط الشغل، بس ممكن يطلع كمان من اي مجال في حياتك بيستنزفك، زي مسؤوليه رعايه طفل او مريض في البيت من غير راحه. ودلوقتي اللي يهمنا ازاي اعرف اني وصلت للحاله دي. الاعراض دي بتتطور بالتدريج، وعشان كده ناس كتير بتتجاهلها وبتقول انا بس مرهق الفتره دي. ركز، يمكن تلاقي نفسك